السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الصحفي رسيم من قناة رسيم سبور، وسنسلط الضوء اليوم على مجموعة من الأسئلة التي طرحها مجيد بوطمين بعد الندوة الصحفية التي عقدها المدرب الجديد للمنتخب الوطني الجزائري خلفاً للزعيم جمال بلماضي. هذه الأسئلة التي لا يحبها وليد صادي وأعداء جمال بلماضي والمنتخب الوطني الجزائر. إليكم ما جاء في منشور الصحفي محيد بوطمين بقلم الإعلامي الجزائري مجيد بوطمين. فجأة اختفت الميكروفونات من أمام المدرب الوطني مثلما كان يطالب بها بالماضي تماشيا مع المعايير الدولية لعقد الندوات الصحفية. فجأة التزم الجميع بوضع الهاتف على الساكت مثلما كان يطالب المدرب طوال 5 سنوات. فجأة اختفت الأسئلة المستفزة عن راتب المدرب الوطني وغيرها. فجأة اختفت الأسئلة المتكررة. فجأة اختفت مطالبة المدرب الوطني أو المترجم له بالحديث باللغة العربية كما كان يطلب من بلماضي، وهو الذي ولد في فرنسا وكان لا يعرف العربية إطلاقا، لكنه كان يحاول ولو بالدارجة. فجأة اختفى النقاش حول الأهداف الغامضة في عقد المدرب. هل الدور ثمن نهائي في إفريقيا يليق بمنتخب بحجم الجزائر؟ فجأة لم يطلب من المدرب الوطني الجديد بلوغ المربع الذهبي أفريقيا المقبلة بحجة امتلاكنا لأفضل اللاعبين في القارة، لأن نفس اللاعبين سيعتمد عليهم المدرب الجديد. فجأة التزم الجميع بآداب الندوات الصحفية ولم تتجاوز ساعة من الزمن. فجأة سكت الجميع عندما قال لهم بيتكوفيتش إن المنتخب الجزائري حقق نتائج رائعة في السنوات القليلة الماضية، يقصد في عهد بالماضي، ولم يخالفه الرأي أي أحد بالقاعة أو مناقشته، وتصحيح المعلومة له بأن المدرب السابق مفلس ولم يحقق أي شيء كما قال بعضهم. فجأة سكت الجميع عندما قال لهم بيتكوفيتش كنت أتابع المنتخب في نهائيات إفريقيا الأخيرة في كوتي ديفوار، ولم يوجه له السؤال هل كنت تعلم أنك ستدرب المنتخب أم أنها الصدفة فقط؟ فجأة غابت النزعة الوطنية، ولم يشعر أي صحفي بالحرج أو الغيرة على لغته الرسمية والمترجمة تهيننا بنقل أقوال المدرب من الإيطالية إلى الفرنسية وليس إلى العربية. فجأة لم يتم طرح السؤال على المدرب بأي لغة ستخاطب اللاعبين، إذا كنت لا تتقن الفرنسية والعربية والإنجليزية، أم سيعتمد على بن ناصر مثلا لتولي مهمة الترجمة باعتباره يلعب في الدوري الإيطالي ويتقن اللغة الإيطالية. وفجأة أخيرا هل نحن أمام عقدة الأجنبي الذي نحترمه ونوفر له كل سبل الراحة، بينما ابن البلد نستفزه ونتعارك معه ونفتح معه نقاشات لا علاقة لها بكرة القدم؟ ملاحظة: هذه الكلام لا يعني أننا نطالب ببقاء بالماضي كما قد يعتقد بعض أصحاب الرؤوس المكعبة، فذلك من شأن الفاف. فقط كانت هذه الأسئلة التي طرحها الصحفي المحترم مجيد بوطمين. شاركونا آراءكم في التعليقات. كان معكم الصحفي رسيم من قناة رسيم سبور. إلى اللقاء في موعد آخر.